بيبدأ فيلمنا سنة 2025 مع شاب وهو داخل البنك، ولما بيدخل على السكارنر الموجود عند المدخل بيكتشف ان هو عنده ذراع صناعي، والموظف بيعتذر له عن الازعاج، والعميل بيتوجه للخزنة وبيطلب ان هو يفتح 3 صناديق مستأجرة باسم اتيلا. وفي الخزنة الشاب بيسحب الصناديق المعدنية التقيلة جدا بإيد واحدة وبيحطها على الترابيزة، وبيخلع دراعه الصناعي، ولما الموظف بيبص وراه الشاب بيطلع ذراع بايونيك من الصندوق وبيركبها بسرعة على كتفه، والموظف بيكتشف متأخر ان في حاجة غلط، وفجأة اتيلا بيرمي الموظف بعيد جدا وبيبدأ ان هو يكسر الصناديق واحد ورا التاني مستخدم دراعه الجديدة الخارقة جدا. وفي الاخر بيلاقي كيس من الالماظ، ولكن فجأة موظفين البنك بيدخلوا عليه وبيضربوه، بس الشاب بيفلت منهم لكنه بيتصاب اصابة خطيرة. ورغم كده اتيلا بيوصل للممر، ولكن بيلاقي الشرطة مستنياه، فبياخد موظفة من البنك رهينة وبيحبس نفسه في مكتبها. ولما الشرطة بتدخل للمكتب ما بتلاقيش غير الموظفة وحفرة في الارض، وبره البنك بنلاقي اتيلا وهو طالع من حفرة وبيتنفس انفاسه الاخيرة، وبنلاقي اخوه اتور مستنيه بره، ولما بيشوفه بيجري عليه عشان يساعده، واتيلا بيديه الاحجار المسروقه، واتور بيجري بسرعه علشان يجيب الموتوسيكل بتاعه، بالرغم من ان اتيلا بيطلب ان هو يسيبه. وبعدين لما اتيلا بيعرف ان هو هيعطل اخوه بيرفع ذراعه الحديديه وبيكسر رقبته، وهنا اتور بيضطر ان هو يركب الموتوسيكل ويمشي. وهنا المشهد بينتقل لذكريات ماريا سانتوس، بنت رياضيه مشهوره واللي بتكون بتتدرب في رياضه الوثب العالي من صغرها، وكانت بتجهز نفسها علشان تحل مكان والدتها، لكن اختها جابي هي اللي بتدخل في الرياضه دي قبلها بعد ما بتركب ساق صناعيه حديثه. وبنعرف ان هو من بعد سنه 2030 العالم كله هيمر بثوره صناعيه حديثه ومرعبه جدا، وده اللي بيؤدي لظهور اطراف صناعيه جديده في السوق، واللي بتزود قدرات المعاقين بشكل كبير جدا مقارنة بالناس العاديين. ونتيجة كده جابي بتصبح بطلة أولمبية وبتاخد ميداليات ذهبية، وأخدت مكان ماريا. ولما بنرجع لقصة أتيلا بنعرف إن هو ملاكم مشهور من الطراز الأول ونجم صاعد في عالم الرياضة، وإن لما ظهر علم البيونيك عرض نفسه لإصابة علشان يحصل على طرف صناعي حديث، ولكن خطته فشلت وتم إلغاء تصريح حصوله على الطرف الصناعي. وبنلاقي محقق البوليس بيطلب تحليل صورة للوشم بتاع أتيلا علشان يحاول يعرف مين شركائه في الجريمة. بعدها بنشوف باقي عصابة أتور بيعبروا عن تعزيهم لموت أتيلا، وبيظهر أتور وهو بيوريهم المسروقات. واحد منهم خبير في عالم التكنولوجيا اسمه جوش، بيفحص الألماظ وبيكتشف ان هو مش احجار قيمة زي ما كان متوقع، وان المبلغ اللي هياخدوه صغير، ولكنه برضه بيطلب من أتور $1,000,000. وأتور بيقترح عليه يعملوا عملية سرقة تانية، وبيقترح عليه ان هم يعملوا اطراف صناعية جديدة لانه دلوقتي اصبح خبير فيهم. وبعد كده الرجالة بيروحوا الملعب اللي ماريا بتتدرب فيه، وبنكتشف ان جوش هو اخوها، وبنعرف ان رجل جابي اتبطرت بسبب ورم جالها وهي صغيرة، وبعدها اضطرت ان هي تركب ساق صناعية حديثة. وان جوش على طول كان بيحضر تدريباتهم وهم صغيرين، وان ابوهم كان بيتدرب مع واحدة من الاخوات وامهم بتدرب التانية، ولكن بعد وفاة امهم العلاقة بقت ما بين ماريا واخوها قوية جدا، ودلوقتي جم هو واتور علشان يساعدوها. جوش بيقول لماريا انه انضم المجموعة بتساعد الرياضيين اللي موقفهم صعب بسبب الثورة البيونية، وبيدعوها ان هي تنضم اليه، لكن ماريا ما بتديلوش اهتمام ومش بترد عليه. وفي نفس الوقت بنشوف الشركات المصنعة للاطراف الصناعية بتناقش تكنولوجيا جديدة مع ابو البنتين واللي اسمه ريكاردو، وبنعرف ان تركيزهم الاساسي هيكون على الالعاب البيونية في التسويق، وجابي هتكون الوجه الرئيسي للشركة. بس علشان ده يحصل لازم جابي تحطم رقم القياسي العالمي الجديد. ولما بنرجع لماريا بنلاقيها راحت تكلم أتور وبتطلب منه طريقة جديدة علشان تنجح، وهو بيقترح عليها التشويه الذاتي، وبالرغم من ان ده غير قانوني. وبالليل ماريا بتروح تحضر حفلة مخصصة لجابي، ولكنها لما بتشوف نجاح اختها بتحس بالنقص، وبتتهم الرياضيين البيونيين بانهم مش رياضيين حقيقيين. وبعد جدال شديد بين جابي وماريا بتركب الموتوسيكل بتاعها وبتجري بالليل، وفجأة بتخبطها عربية، ولما بتصحى في المستشفى بتكتشف ان رجليها الاتنين ما بقوش موجودين، وجابي وريكاردو بيحاولوا يهدوها لما بتبدأ تنهار. وفي نفس الوقت المحققين بيكتشفوا ان وشم الجمجمة اللي كان على دراع كاتولا كان رمز للرياضيين الغير بيونيين، وان أتور كمان كان عنده نفس الوشم. وهنا بنعرف ان الاخوين كانوا بيدافعوا عن حق الناس في الاختيار بين انهم يكونوا عاديين او انهم يكونوا بيونيين، وفي الاخر المحقق بيقرر ان هو هيتتبع أتور. وفي الوقت ده جابي بتعلم ماريا ازاي تتعامل مع الطرف الصناعي الجديد بشكل مريح،
وبتضغط على اختها علشان تسيب العكازات وتقف على رجل واحده. وهنا بنكتشف ان ماريا متحمسه جدا بمستقبلها مع الاطراف الصناعيه الجديده. وبعدين ماريا بتخضع لاختبارات طبيه وبتشوف الشريحه اللي غيرت الاطراف الصناعيه وخلتها تلقط كل الاشارات من الدماغ مباشره وبتنقلها بدقه عاليه جدا للطرف الصناعي. وفي الاخر بيتم زراعه الشريحه دي في دماغها، وماريا بتحصل على طرفها الصناعي الجديد وبتبدا التدريب. وريكاردو بيكون واقف ومعجب باصرارها، وجابي بتنصحها ازاي تتعلم كل امكانيات الطرف الصناعي. وهنا بيظهر اتور وجوش وهم بيخططوا انهم هيسرقوا شاحنه، وبيقرروا انهم محتاجين لماريا. المحقق بيستمر في تتبع اتور وبيعرف موقع ماريا وبيفضل يراقبها، وبيشوف داريو وهو بيطفي شريحتها بسبب انخفاض الطاقه، وماريا بتقع وهي بتنط. وداريو وجابي بيشرحوا لها ان لو ظهر رقم 0 على الشاشه المدمغه في معصمها هتدخل في غيبوبه. وبعدين ماريا بتقابل اتور وبتحاول ان هي تغير رايه عن عمليه السرقه، لكنه بيقول لها ان هو بيعمل كل ده بسبب الناس اللي حياتها اتدمرت بسبب ظهور الاطراف الصناعيه البيونيه. وبالليل بنشوف الشاحنه المصفحه اللي هم هيسرقوها وهي ماشيه في شوارع المدينه، وفجاه السائق بيشوف شارع مسدود وبيلف على حسب العلامات. وهو بيلف ماريا بتضرب الشاحنه برجلها الصناعيه وبتقلبها، وبعدها ماريا بتنط على السطح وبترمي قنبله صعق جوه الشاحنه. ولما الحراس بيطلعوا اتور بيظهر وبيقتلهم، وماريا وقتها بتتصدم، وجوش بيستغرب من سذاجه ماريا. واتور بيعترف ان اخوها هو اللي خطط للعمليه، وبنعرف ان الخطه ليها جزء تاني، وان في شحنه من الشرائح الذكيه هتوصل للمدينه قريب، وانهم لو دفعوا مبلغ كبير للهاكرز هيكتشفوا مكان ووقت ظهورها، وان في 10 رياضيين سابقين هيتحولوا لبيونيين بعد العمليه دي. ماريا بتتقبل ده، ولكنها بتطلب من اخوها يبعد عن اتور، لكنه فجأة بيعترف ان هو دايما بيحس بالنقص في عيلته الرياضية. لما بنرجع للحادثة بنلاقي الحارس بيقول ان شاف شخص بيوني بيهاجمهم، والمحقق فورا بيشك في ماريا لانه شافها مع اتور، وبيرجع يتحقق من الحادث اللي ماريا فقدت فيه اطرافها، وبيلاحظ ان مكالمة الطوارئ جت قبل الحادث. وتاني يوم الصبح ريكاردو بيقول لبناته انهم هيشاركوا في الالعاب البيونية، وانهم هيكونوا هم الخصمين الرئيسيين، والبنات بيبداوا تدريب مكثف تحت اشراف المحقق اللي بيشوف كل النزالات. ولما بيحاول يسأل ماريا عن الحادث بتاعها بتسيبه وبتمشي، لكن ريكاردو وجابي بيسمعوا تسجيل الحادث وبيحسوا ان في حاجه غريبه، لكن الاب بيبقى مش عايز يسمع اتهامات ضد بنته، وجابي بتبدا تفكر في اللي حصل. وفي الوقت اللي الاب بيدرب فيه ماريا، جابي بيكون بتسمع مكالمه الحادثه مره واثنين وثلاثه. واخيرا بيجي يوم الالعاب البيونيه، وبنبدا بجابي اللي بتنط علشان تكسر الرقم القياسي العالمي اللي هو اساسها مسجل باسمها، والبنت بتنط وبتطير 15 متر، وماريا بعدها بتنط وبتجيب 17 متر وبتكسر رقم اختها. وفجاه تالت متسابق بينسحب من الالعاب. دلوقتي الاخوات بيتنافسوا ضد بعض، بس جابي بتنط تاني وبتعدي علامة ال 18 متر والجماهير بتشجعها، وماريا في قفزتها التانية بتعيد الصدارة مرة تانية وبتكسر رقم اختها بربع سنتيمتر بس. وفي اللحظة دي اتور بيتم ابلاغه بمكان ووقت وصول الشرايح، وده بيكون وقت القفزة التالتة في المسابقة. وفجأة داريو بيلاقي شحن شريحة جابي منخفض بشكل خطير، وبيحاول يوقفها ولكنها مش بترضى، وبيحذروها مرة واثنين وثلاثة، ولكن جابي بترفض تسمع كلام باباها واختها. وجابي بتجري وبتنط لكنها بتقع في الرملة وبيغمى عليها، والجماهير بيصرخوا في المدرجات، وبيتم اعلان ان ماريا بطلة الالعاب البيونية الجديدة. وبعد كده جابي بتروح العيادة والاطباء بيقولوا لها انها هتعيش، لكن الشريحة فقدت الاتصال عن الدماغ، وماريا بتلوم باباها على ده. وجوش هنا بيفكرها بالمهمة بتاعتهم. وفجأة جابي بتفوق وبتقول لها ان الحادثة بتاعت ماريا ما كانتش صدفة، وده لانها سمعت اغنية ماريا المفضلة في الخلفية بتاعت مكالمة الطوارئ وفهمت كل حاجة. وبعد كده ماريا بتروح لاتور وبترفض التعاون معاه في خطته، وهو بيفكرها بكل عنف وبيقول لها ان ما ينفعش تنسحب من المهمة دي، بس برضه هي بتسيبه وبتمشي. وبالليل رجالة اتور بيخطفوا جابي من المستشفى، وماريا اللي بتكون شالت رجلها الصناعية قبل النوم ما بتقدرش ان هي توقفه. وتاني يوم ماريا بتضطر ان هي تروح لاتور اللي بيكشف عن خطته المجنونة اللي فيها ماريا هتنط ما بين مبنيين المسافة بينهم 25 متر، وده علشان توصل للشرايح. والمشكلة هنا ان رقم ماريا القياسي كان 18 متر بس، ومساعدين اتور بيشكوا في قدرتها، لكنه بيفكرها بجابي وبيوعد ماريا انها لو خلصت المهمة دي هيطلق سراح اختها. وماريا بتجري وبتطير وبتخترق زجاج المبنى المجاور، وبتضرب الحراس وبتاخد العلبة اللي فيها الشرايح، وبعدين بتنزل الجراج للعربية اللي مستنياها وبتسوقها وبتهرب من المبنى. وفي نفس الوقت بنشوف المحقق وهو بيوري ماريو وش ماريا المكشوف في كاميرات المراقبة علشان يأكد له اشتراكها في كل الجرايم. ولما بنرجع لماريا بنلاحظ ان في موتوسيكل بيطاردها، فبتقف على جنب وسواق الموتوسيكل بينزل وبيقف جنب عربية ماريا. وفجأة ماريا بتضغط على دواسة البنزين وفي نوبة غضب بتدوسه، ولكن لما ماريا بتخرج عشان تتأكد من
موت قطر بتلاقي ان هي قتلت جوش، وساعتها ماريا كانت بتصرخ من الصدمه، وقطر بيناديها بسخريه وبيقول لها ان هو خايف يواجه رجلها، فبعت لها جوش. فماريا بتحاول تهاجمه ولكنهم بيضربوها لحد ما بيغمى عليها. وهنا ماريا بتفوق في مقر قطر وبتسمعه وهو بيتكلم مع راجل لابس طاقيه، وبتعرف ان هو بدل ما بيساعد الرياضيين الغير بيونيين بيستخدم الشرايح المسروقه دي علشان يعمل صفقه مع رجل اعمال، واللي بيستخدم التكنولوجيا دي علشان يعمل جيش لنفسه من الجنود البيونيين. ولما بيفتحوا العلبه بيكتشفوا ان هم سرقوا اكتر من 10 شرايح، وبيفرحوا جدا. وقطر بيوري ماريا الشرايح، لكن البنت بتحدف الشنطه بعيد، تبدا تضرب في افراد العصابه واحد واحد، واللي هي بقت بتكرههم جدا. وبتواجه قطر اخر واحد فيهم، واللي بيمسك جابي علشان يحاول يوقف اختها ماريا، لكنها برضه بتقدر انها تقتله. بعد كده ماريا بتعرف ان مشاكلها لسه ما خلصتش لما بتسمع صوت انذارات عربيات الشرطه، وهنا جابي بتقنع اختها ان هي تهرب، لكن هي بتجري خارج المبنى، والمحقق والبوليس بيطاردوها لحد ما يوصلوا لمدرجات الاستاد. لكن ماريا ما بتستسلمش وبتتسلق على جدار شائك، وده علشان تقدر تهرب منهم. والمحقق بيقول لها تستسلم، ولكن ماريا بتنط بس ما بتقدرش تبعد بعيد علشان بتتعلق من رجليها الصناعيه. ورجال الشرطه بيحاولوا يمسكوها، ولكن ماريا بتفك رجلها الصناعيه وبتقع. وفي اللحظه دي جابي بتظهر بعربيه وهي برجل واحده وبتاخد اختها وبتهرب من الشرطه. وهنا بيفهموا ان التنافس اخرته وحشه جدا، والافضل ليهم انهم يساعدوا بعض. وبتمر 6 شهور وبنعرف هنا ان البنتين لسه هربانين من البوليس، والمحقق بيعلن ان العمليه نجحت، وان الشرايح المسروقه تم الحصول عليها، وان عصابه قطر تم تدميرها بالكامل. وبعد كده بنعرف ان البنتين عايشين في مكان متداري، وبيديروا مدرسه للاطفال ذوي الاعاقه وبيعلموهم الرياضة، وكانوا لسه على تواصل مع صديقهم الفني داريو، واللي بيوفر لهم أطراف صناعية حديثة. وفي يوم من الأيام ماريا وجابي بيقابلوا شريك قطره السابق صاحب القبعة، واللي عايز يكون جيش بيوني، والأختين بيثبتوا له إن كل اللي هو محتاجه 3 جنود. وعند إشارتهم جوش المعدل بيونيا بيخرج من العربية، وبيبينوا إن هو باستخدام التكنولوجيا الجديدة بيقدر يتوقع حركات خصمه، وده بيخليه يكسب على طول في أي منافسة هيخشها. الراجل هنا بيعجب بمهاراتهم جدا، وبيوافق على توقيع عقد ثلاثي معاهم، واللي بيقرروا ينفذوه مع بعض. وهنا بيخلص فيلمنا. يا ريت لو انت مش مشترك في القناة تشترك وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. انا باسل عمر، سلام.